لحد دلوقتي عرفنا من الفيديو اللي فات يعني ايه النال سيفتي وازاي بنتعامل معاه اثناء كتابة الكود، وكمان خدنا مثال بسيط جدا وعرفنا الفرق بين الابديت القديم والجديد بالنسبة للنال سيفتي. وهناخد في الفيديو ده يعني ايه النال اوبريتور وايه عوامل النال اوبريتور اللي بتوفرها لغة دارت، وهنعرف استخدام كل واحد من العوامل دي، وكمان هناخد أمثلة على كل نوع. هو ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. أنا أحمد عبدو، وأهلا بيك في فيديو جديد من باينري بلس. في البداية كده تعال نعرف يعني إيه النال أوبريتور. النال أوبريتور دي عبارة عن عوامل موجودة في لغة دارت ولها علاقة بالقيمة نل، وهو إن المتغير من الممكن أن تكون قيمته بنل، ففي الحالة دي بتسمح لنا هذه العوامل بإجراء عمليات حسابية بناء على ما إذا كانت القيمة نل أو لا. وكمان هي أداة جيدة للتعامل مع القيمة نل في لغة دارت حتى لا يوجد أي ايرور. وفي مقولة العوامل دي دايما بتقولها وهي if this object or value is null then forget about it, stop trying to execute this code. وده معناه انه لو كان الاوبجكت او القيمة بنل فعليك ان تنسى الامر، ولازم ان تتوقف عن محاولة تنفيذ هذا الكود. خلاصة الموضوع ان هذه العوامل بيتم استخدامها في المتغيرات او الفاريبل التي قد تحتوي على قيمة نل. تمام جدا كده، احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه النل اوبريتور. تعال بقى نشوف ايه هي الاوبريتور او العوامل دي وازاي بنتعامل معاهم. الاوبريتورز دي عبارة عن 4 عوامل. اول حاجة عندنا سيف نافيجيشن اوبريتور، وتاني حاجة الديفولت اوبريتور، تالت حاجة الفول باك اساينمنت اوبريتور، وكمان عندنا اخر حاجة اوبشنال سبريد اوبريتور. طيب تعال كده نشوف ازاي هنتعامل مع الاوبريتورز دي بالتفصيل، وكمان ناخد امثلة على كل اوبريتور. فاول حاجة عندنا هي السيف نافيجيشن اوبريتور، او ليه اسم تاني اللي هو الفيس اوبريتور، وده بنرمز له بالرمز علامة الاستفهام ونقطة. خلينا الاول ناخد مثال بسيط كده علشان نعرف ازاي بنستخدمه. فمثلا لو جينا بصينا للمثال ده وشفنا الناتج بتاعنا هنلاقي انه ب5، و5 هنا هي عدد حروف كلمة value. طيب تعال نكتب نفس المثال هو بس ما نعملش declaration للفاريبل زي كده. لو جينا بصينا كده هنلاقي ان الناتج هنا بنل. طيب ايه الفرق بين المثال الاول اللي عملنا فيه declaration للفاريبل والمثال التاني بدون عمل declaration للفاريبل؟ طيب تعال كده نفكر مع بعض ونعرف ايه الفرق. فلو بصينا على المثال الاول هنلاقي انه فعلا عاملين declaration للفاريبل وهو الفاليو. فلما جينا شفنا اللينس بتاع الفاريبل اللي هو كلمة value كان الناتج عدد حروف القيمة دي وهو 5 حروف. اما بالنسبة للمثال التاني فاحنا هنا فعلا ما عملناش declaration، فبالتالي قيمة الفاريبل هنا بنل، ولو شفنا الناتج هنلاقيه فعلا بنل. وبكده نكون فهمنا النوع الاول من النل اوبريتورز. لحد هنا كويس جدا. يلا بينا نشوف تاني اوبريتور معانا وهو الديفولت اوبريتور. الديفولت اوبريتور بنرمز له بالرمز دبل كويستشن مارك، علامتين استفهام جنب بعض، وبيتم استخدامه في عمل ريتيرن للفيرست اكسبريشن عندما يكون قيمة الفاريبل مش بنل، وبيسمى ايضا باف نل اوبريتور او كواليسينج اوبريتور. باختصار شديد جدا علشان نفهم الموضوع اكتر، الديفولت اوبريتور بيعمل على اعادة الاكسبريشن اللي موجود على يساره اذا لم تكن قيمته بنل. اما في حالة ان تكون القيمة بنل يتم اعادة الاكسبريشن اللي موجود على يمينه. طيب تعال نشوف مثال بسيط علشان نفهم اكتر. لو بصينا هنا في حالة الفار كود هنلاقي قيمته بنل لاننا مش عاملين declaration للفاريبل اللي هو الكود، وفي الحالة دي هيكون الناتج الاكسبريشن اللي على يمين الديفولت اوبريتور اللي هو جافا. اما في الجزء التاني
فاحنا عاملين فعلا declaration للفاريبل اللي هو الكومباني نيم، وبالتالي هيكون الناتج الاكسبريشن اللي على يسار الديفولت اوبريتور اللي هو هنا مايكروسوفت. كده نكون خلصنا النوع التاني من الاوبريتورز، ويلا بينا نشوف النوع التالت وهو الفول باك اساينمنت اوبريتور، بنرمز له بعلامتين استفهام وعلامة يساوي. الاوبريتور ده بيشبه اوبريتور خدناه قبل كده وهو الديفولت اوبريتور اللي كنا بنرمز له بدبل كويستشن مارك، وفي فرق بسيط جدا بين الاتنين، وهو ان في الفول باك اوبريتور بيضيف قيمة الفاريبل اللي على يمينه للفاريبل اللي على يساره، وده طبعا في حالة ان يكون الفاريبل اللي موجود على يساره بنل. طيب شكلك اتلخبطت، تعال نشوف المثالين دول ومن خلالهم هتفهم الفرق ان شاء الله. طيب بص كده على المثالين دول وهسيبك ثانيتين تقولي الفرق بينهم. تمام، زي ما انت فكرت بالظبط، هو اننا هناخد الكود الاول ونشوف الناتج بتاعه، وكمان هناخد الكود التاني وهنشوف الناتج بتاعه. فعلا انا لو مكانك هعمل كده، فيلا بينا بقى ننفذ اللي انت قلته. وتعال اول حاجة نبص على ناتج الكود الاول، هنلاقي ان المتغير my age بيساوي 10، والقيمة دي هي قيمة المتغير اللي على يسار الاوبريتور، وده بيثبت كلامنا ان الفول باك اوبريتور بياخد قيمة المتغير اللي على يمينه وبيساويها بقيمة المتغير اللي موجود على يساره. طيب خلينا نشوف ناتج المثال التاني، فهنلاقي هنا ان الناتج بنل، وده لاننا استخدمنا الديفولت اوبريتور، وبكده نكون عرفنا الفرق بينهم. تعال بقى نشوف اخر اوبريتور معانا اللي هو الاوبشنال سبريت اوبريتور، وده بنرمز له كده، وكمان ليه اسم تاني وهو النل تشيك اوبريتور. النوع ده استخدامه واضح جدا غير الانواع التانية، وبنستخدمه لما نكون عاوزين نضيف قيم متعددة لليست او ماب او ست. طيب تعال كده نبص على المثال ده ونفكر فيه مع بعض حسب الكلام اللي قلناه. هسيبك ثانيتين تفكر فيهم الناتج هيكون ايه بالظبط كده. فعلا الناتج هيكون قيم الليست الاولى مضاف عليها قيم الليست التانية، وهيكون الناتج زي كده. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. طيب تعال نشوف احنا خدنا ايه النهاردة. اول حاجة اتكلمنا عنها وهو النل اوير اوبريتور، وخدنا كمان عوامل النل اوبريتور وشرحناها بالتفصيل، وعرفنا ازاي بنستخدمهم، وكمان خدنا امثلة على كل اوبريتور. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل شرح النل سيفتي، وهناخد انواع النل سيفتي بس في فلاتر، وكمان هنعرف استخدام كل نوع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.